الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. صباح الخير يا حبايبنا. النهارده انا هعمل لكم صينية بطاطس بالفراخ. قطعت البصل اهوت. هعملها كلها ني في ني، مش هحمر ولا بصل ولا الكلام اللي بيتعمل ده هوت. دي بتبقى صحية عن اي حاجة. ده بصوا، بصل اهو. احط له التوابل، اخرجته واوريه لكم. دوت ايه, كوبيبه صيني. ده كاري. ده زر الورد. التوم ده انا هحطه في الاخر. ادعكم الاول اهي. بصوا، ده بتاع ده هو الفلفل الاحمر اللي احنا عاملينه هريسه اهي. خليها تدعك معاها اهي. بصوا، بدعكها عدل كده اهو. على فكره انا مش بحب البس الجوانتي، عشان بتقولوا بتلبس جوانتي والكلام ده، انا مش بحبه. ولايك واشتراك. خريطه بصل، فلفل، قوطه اهو. دعكتهم والريحه تجنن. هجيب البطاطس واحطها عليها. دلوقتي انا هحط ايه البطاطس معاها، كله ني في ني. ده اكلنا الصحي، اللي ولا تسبيكه ولا يعني حاجه تحرق قلبنا. البطاطس دي كانت فايضه عندي، عشان محدش يقول دي صغيره وكبيره، دي كانت فايضه عندي. بطاطس النهارده ب22 وب25. دولت كانوا ايه موجودين. فرودينا قالت لي يا ماما، بدل ما تشتري وكده اهوت. قلت لها نعملهم مسلوقين بابا. قالت لي لا، خليهم وبعد كده ايه نبقى إيه نشتري وكده اهو. قلت لها لا، انا هعملهم احسن زي ما هي قالت لي. بتفكر معايا برضو رودينا اهي. بصوا شايفين البصل دخل في ايه، والقوطه والفلفل في قلب ايه، في قلب البطاطس. هسيبهم يتشربوا 5 دقايق مع بعض. واكتبوا لي في تعليقاتكم وشاركوني، واكتبوا لي في اللي يشوف قناتي يشاركني فيها عشان يوصل له كل جديد. ها اهو. بصوا هنسيبها 5 دقايق. هتشوفوا انا هعملها ازاي دلوقتي. دي بقى ايه، حته التومه هنحطها دلوقتي بعد ما انا خلصت. هدعكها في وسط البطاطس. ها في وسط البطاطس اهي. طبعا حطيت التوابل زي ما انتوا شفتوها كده اهوت اهي. شايفين اهو كله اهو. احط بقى الصلصه. شايفينها اهي. دي الصلصه. ما عنديش معجون الصلصه. عندي الصلصه انا دي مفرزاها. القوطه النهارده ب14 جنيه في السوق. شايفين ازاي اهي. هنقلبها مع بعض اهي. داخل كلها كده اهو اهي. خلينا على طبيعتنا يا جماعه. مش نعمل زي امهاتنا زمان لما كانت بتعمل كل حاجه بايديها. شايفين اهو. هنحطه بقى الطريقه دي بتاعت والدتي. شايفين بقى ازاي اهي. هنحط ادي فرخه. انا قعدتها الاول في محلول. حطيت فيه معلقه سكر، معلقه ملح، عصرت ليمونه، معلقه خل، حطيت معلقه جنزبيل، معلقه فلفل اسود. عمرها ما تديكي زفاره ابدا. طبعا بكون غسلاها الاول. شايفين كده اهو اهو. بس نسيت اقول لكم حاجه، معلش. احط حته سمنه بلدي، اهم شيء ديت عشان تطعم. بلدي دي بقى اللي هتدي الطعم والتست بتاعها العالي. طبعا السمنه بتاعتنا البلدي لا يعلى عليها اهي. بصوا اهي عشان ما حدش يقول بتقلب ايديها اهو. بصوا اهو. صدقوني طعمها مش هيخطر على بال حد خالص. جميل جدا اهي. هنحط الفراخ، معلش عشان انا حطيت الفراخ الاول اهي. ونحطه ادي الصدر
عشان انا قطعتها ايه على 5 اهي. شايفين اهي، اهي حته من الصدر بتاعت كتكوته رودي، رغم ان رودي بتحب الدبوس. بصوا اهو اهي. هنيجي بصوا الصلصه دي اهي، هنعملها كده اهوت اهي. دي انا حطيت رشيت عليها رشه فلفل اسود، حطيتلكوا تست عالي، وهحطها في الفرن. بس لو غطيناها هتبقى كانها زي المسلوقه. حطيتها ايه في قلب الفرن، ما غطيتهاش كده اهو، منها فيها كلها تستوي. لان لو انا غطيتها بالورق الفويل هتبقى ايه كانها زي المسلوقه. بس كده اهوت، وارجع لكم بعد ما تستوي. دي ايه، البطاطس استوت اهيت اهي. شايفين احنا كنا عايزين بس ايه الصوص بتاعها دهوت، بتاعنا بتاع زمان، نعرف ناكل بيه الرز اهو ده اهو. ها، ودي الرز، ودي ايه الفراخ، ده الرز وده ورك الفرخه، وده ادي الفراخ اهيت. شايفين شكلها طلع ناشف ازاي، وسلطه. بصوا بقى، تعالوا هنا، تعالي هنا يا رودي. بص الصوص ده، ده اللي احنا بناكل بيه الرز وكده اهو، ده احنا بتاع اكلنا بتاع زمان. عايزين نرجع لتقاليدنا بتاعت زمان وكده اهو. عشان ايه, ولادنا يطلعوا ايه ماشيين على تقاليدنا اللي كنا احنا ماشيين عليها. ها، ودي ايه الشكل النهائي بتاعها. ولايك والاشتراك، واللي كل اللي يشوف الفيديو يعمل لي اشتراك، يكتب لي في التعليقات. مع السلامة.